عايزك دلوقتي وانت قاعد معايا تفتح الفيسبوك وتقعد سكرول كمان. كام بوست شفته من ناس فعلا تعرفوا مع الحياة الواقعية؟ 1 2 0. اما باقي البوستات اللي انت شفتها فهي بوستات معموله مخصوص عشان تلفت انتباهك او عشان تدخلك في دوامه او عشان تزرع حاجه في مخك. كل الحاجات دي مش صدفه، ده اعلان وفاه للسوشيال ميديا. الموضوع مش ان الناس بطلت تفتح السوشيال ميديا، لا، الموضوع ان السوشيال ميديا نفسها ما بقتش موجوده. سنه 2004 مارك زوكربيرج كان قاعد بيكتب اكواد في الاوضه بتاعته على الكمبيوتر بتاعه، طلعت له فكره بسيطه، فكره من كتر بساطتها فهي عبقريه. خلينا نعمل موقع للطلاب اللي في الجامعه عشان يتعرفوا على بعض، مش عشان نشتري الاتنشن بتاعهم، مش عشان نبيع الاعلانات، مجرد انهم يتعرفوا على بعض. وفعلا الموقع نجح وكبر ابتدى يكبر اكتر. وفي لحظة ما من غير إعلان رسمي أو مؤتمر أو أي حاجة، الهدف بتاع الموقع ده اتغير. مش إنهم يخليك تتواصل مع الناس، هو عاوز يخليك أكبر فترة ممكنة في الابليكيشن. والفرق بين الهدفين ده ببساطة هو الفرق بين واحد صاحبك قاعد يسمعك والفرق بين تاجر عاوز يبيع لك وخلاص. في كلمة إنجليزية الباحثين بيستخدموها دلوقتي وهي سلوب دي معناها الحرفي الوحل أو الزبالة. دي بنستخدمها لما نشوف محتوى ما فيش فيه أي جهد ولا فيه أي مجهود ولا فيه أي حاجة، مجرد محتوى بيتعمل بالاي اي بالالاف كل يوم، هدفه الوحيد انك تدوس على الاعلان، مش انك تتعلم، مش انك تحس، مش انك تتواصل حتى، مجرد انك تدوس. ومش بس كده، ده كمان الخوارزميات بترفعه وبتظهره ليك اكتر. ليه؟ لان الهدف بتاعها انها تخليك جوه الابلكيشن اكبر فتره ممكن. ده حصل فعلا. سنه 2014 كان اعلى محتوى تفاعل على الفيسبوك كان شريمب جيسوس. دي صوره معموله بالاي اي وجابت اكتر انجيجمنت على الفيسبوك في التاريخ. الفلسفه البوذيه في مفهوم اسمه الحضور، انك تكون موجود وشايف وحاسس وسامع. اكبر عدو للمفهوم ده حاجه انت عارفها كويس، الالجوريزم، الخوارزميه. لانك لو فعلا حاضر فانت تحس بالوقت اللي بيضيع، هتحس انك شفت الميم 3 مرات، هتحس انك شفت نفس الريل ده 3 4 مرات بس بيغير لك الكابشن. فالالجوريزم بيعمل حاجه ذكيه جدا، هو مش بيديك محتوى حلو، هو بيديك محتوى جديد بس مش مختلف. زي كأنك كل يوم قاعد تاكل مكرونه بشاميل بس مره تاكلها في صينيه، مره في طبق، مره في مش عارف ايه وهكذا. يعني حشو مختلف بس في نفس الرغيف، او حتى مش مختلف، نفس الحشو نفس الرغيف. طب عارف بقى ايه اللي بيحصل في دماغك لما تقعد تتعرض للمحتوى ده؟ في حاجه اسمها unpredictable reward. يعني في مره كده كل كذا سكرول ملهاش لازمه خوارزميه تديك بوست حلو، قيمه، حاجه حلوه، بس مره كل كذا مره فدماغك يبخ دوبامين، وبعديها تاخد 5 بوستات تعبان، وبعدين بوست تاني جامد. ده بالظبط نفس الميكانيزم بتاعت المكنه بتاعت القمار او السلوت، انها مش هتخليك تفوز كل مره، لا، تقعد تجرب كذا مره وتفوز مره واحده بس، فتقعد تقول خلاص في امل، فتبتدي تلعب كذا مره تفوز مره، وانت عارف ده، وانا عارف انك عارف، وانت عارف ان انا عارف انك عارف، بس دينا قاعدين. من هنا بقى نروح للجزء الاكثر غرابه في القصه. في حاجه الباحثين بيسموها ذا بوت جيرل ايكونومي. وهنا مش بتكلم على البوتات الفيك بس، لا، انا بتكلم على الظاهره الثانيه، الانسان الحقيقي اللي بدا يبقى بوت. اللي لا يحصل لو انت كريتور قررت تنافس بروفايلات اي اي مش بتنام، هتبتدي اوتوميت الردود بتاعتك، هتبتدي تعمل اي بي تيست للصور بتاعتك، هتبتدي تكتب في البايو او في الكابشنز حاجات اوبتمايز كل حاجه عشان تجيب انجيجمنت. يعني تتعلم تتصرف كخوارزميه عشان انت خايف من الخوارزميه. والاخطر انك مش هتلاقي فرق بين الاداء اللي انت بتعمله ده والحقيقه بتاعتك، انت بتبتدي تبقى بوت بالتدريج. وانا هنا بسالك كصانع محتوى، هل انت بتنزل محتوى عشان انت فعلا عايز تقول حاجه، ولا عشان الالجوريزم تكافئك لو نزلت في وقت معين، لو نزلت في فورمات معين، هوك معين؟ الفرق ده هو اسمه الحريه. ده الفرق بين الفنان وبين الاله. هتقول لي طب انت عشان كده قفلتها في وشنا خلاص، مفيش امل في الكونتنت كريشن، مفيش امل في السوشيال ميديا؟ لا، انا جاي لك دلوقتي في اخبار كويسه نوعا ما، ان الناس فعلا بدات تتحرك. عندك مثلا تطبيق تويتر لما بقى اكس خسر اكتر من 15% من مبيعاته. فاكر تطبيق ثريدز اللي اتعمل من كام سنه وعمل ضجه جامده، كان 50 مليون مستخدم في اسبوع، وبعد شهر وصل 10 مليون بس. يعني الناس دخلت بصت كده بصه ايه الدنيا، لقوا مش على هواهم فخرجوا. فانا هنا عاوز اقول لك ان الفكره مش في العدد، الفكره في القيمه نفسها. ان في كاتب مثلا يكون عنده 10,000 قارئ وافي ومخلص ليه وبيتابعه اول باول، ممكن يكسب فلوس اكتر من واحد عنده مليون فولورز على الانستجرام. وانا لما قريت الجمله دي افتكرت حاجه زي مدينه فيها مليون واحد بس مش كلهم يعرفوا بعض. تيجي تقارنها بقريه في الريف، فانت في قريه فيها 100 واحد بس كلهم عارفين بعض، كلهم بيساعدوا بعض، كلهم مهتمين ببعض. فالفكره مش في العدد نفسه، الفكره في التواصل اللي هو كان الهدف الاساسي من الابلكيشن في الاول. في جمله مشهوره قالوها زمان، قال لك لو المنتج ببلاش فانت السلعه. بس الجمله دي في 2026 ناقصها حاجه واحده بس، ان لو الخدمه مجانيه فانتباهك هو المنتج وادمانك هو الربح. والناس اللي عامله المنصات دي ناس ذكيه قوي لدرجه انها عملت حاجه اذكى من فكره الاكراه. يعني خلت الخروج من الابلكيشنز دي عقاب. لو انت مش على السوشيال ميديا فالكلاينتس مش هيشوفوك، لو انت مش على لينكد ان فانت مش هتلاقي شغل، لو انت مش على التيك توك فانت مش هتلاقي ريفرنس تشتغل بيها. يعني الفكره بقتش تدخل الابلكيشن لو حبيت، لا، هي بقت ادخل والا هتتعاقب. وده اخطر من الادمان اللي احنا عارفينه، لان الادمان العادي انت تقدر تقول لنفسك انا حر اوقف وقت ما احب وبتاع، بس الادمان ده بيقول لك اتفضل روح اخرج بس تحمل العواقب. طب انا هنا هسال سؤال مهم بقى من منصتي المتواضعه هنا، هل الايام الاخيره للسوشيال ميديا اللي احنا شايفينها دي، هل هي الايام الاولى لحاجه اكتر انسانيه او اكتر بشريه؟ هل لو عملنا اماكن اصغر الدنيا فيها ابطا، فيها احتكاك اكتر، اماكن مش بنقيس فيها النجاح بالفيوز، اماكن مش بنقيس بيها النجاح بالفيوز لكن بجوده الكونفرسيشن، اماكن مش الخوارزميه هي اللي تقرر مين يسمعك او تقرر انت تعمل ايه؟ وهسال سؤال
سؤال تاني اهم، بس السؤال ده مش للمنصات، السؤال ده ليك انت. ايه اللي انت عاوز تعمله على السوشيال ميديا؟ جمهور، علاقات، فلوس؟ لما تفتح الابلكيشن الصبح هل بتسال نفسك عايز اقول ايه ولا الناس عايزاني اقول ايه؟ الفرق بين السؤالين ده هو الفرق بين انك تستخدم الاداه او انك تخلي الاداه تستخدمك، والاختيار لسه في ايدك. وانا هنا بقول اللي انا عاوز اقوله. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو وصلت لحد هنا فانت فضولي زي. باي باي.